معانا الإصدار السادس من الورقة، وهي 10 قروش أو باريزة ورق جمهورية مصر فقط. هذه المرة يا جماعة مكتوب جمهورية مصر فقط، مش جمهورية مصر العربية، تفرق وتختلف، ودي تعتبر الإصدار السادس من الورقة. ودي تم إصدارها سنة 1953، وتم إصدارها بعلامتين مائيتين، علامة مائية الأهرام وعلامة مائية التاج. لو اعرف ازاي منين العلامه المائيه، ارفع الورقه في قلب الشمس هشوف العلامه المائيه اللي موجوده. لو هي الاهرام وهي التاج بتختلف يا جماعه في الاسعار. وقع عليها 3 من المحافظين، هم عبد الجليل العمري وعبد الحميد الشريف وعبد المنعم القيسوني. الورقه ديت يا جماعه لو احنا شفناها بتوقيع عبد الجليل العمري والعلامه المائيه الاهرام، بيبدأ سعرها من أول 500 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 5000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر. أما لو احنا شفنا الورقة ديت بتوقيع عبد الحميد الشريف وعلامة مائية الأهرام، فبيبدأ من أول 300 جنيه لحد ما بيوصل ل 1500. أما لو شفناها بعبد المنعم القيسوني بتوقيع عبد المنعم القيسوني وعلامة مائية التاج، فبيبدأ سعرها من أول 200 جنيه لحد 500 جنيه. ولو شفناها بعبد المنعم القيسوني وعلامة مائية الأهرام، فبيبدأ سعرها من أول 100 جنيه لحد 500 جنيه. دي بالنسبة لهذا الإصدار. ولو عجبك الفيديو بنتعب جامد يا جماعة في الفيديو تعملوا لنا إعجاب بالقناة وتعملوا لنا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. أما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعة. هجيب لكم دلوقتي يا جماعه نخش دلوقتي على ابيع العملات اللي موجوده معايا ديت فين، او اي عملات اخرى اقدر ان انا ابيعها فين. جايب لكم يا جماعه فيديو وهسيبه لكم في علامه البايو دلوقتي لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب، ازاي تعرف قيمه العملات اللي موجوده معاك وتعرف قيمتها ازاي عشان ما حدش يضحك عليك، وتعرف اماكن بيعها بالتفصيل. سايب لكم 5 اماكن لبيع العملات بالتفصيل في الفيديو اللي انا سايبه لكم في علامه البايو حاليا، فخشوا اتفرجوا عليه. اما لو انت جايب لكم ايضا بالاثبات بالصور بالارقام جميع العناوين والارقام والبيع بالتفصيل، دلوقتي هنتعرف عليها بشيء من التفصيل. كمان مصور لكم صور الجروبات اللي بينعقد عليها المزادات وتقدر تبيع العملات عليها. كذلك كاتب لكم على الشاشه العناوين بالتفصيل اللي موجوده في القاهره والاسكندريه. نخش دلوقتي يا جماعه في العناوين بالتفصيل. تقدر تبيعها قلت لكم مرارا وتكرارا من خلال 5 اماكن. اول مكان تقدر تبيعها من خلال انا شخصيا، لو نفس العمله ونفس المواصفات اللي انا بقول عليها جوه الفيديو هتصورها وتبعتها لي، انا شخصيا هتواصل معاك واخدها بالسعر بعد ما نتفق عليها ونحدد قيمتها ونقيمها وهنتفق على السعر وهاخدها منك. تقدر تبيعها ايضا من خلال 4 اماكن. اول مكان من خلال الاسواق الحره اللي موجوده في الاسكندريه وفي موجوده في القاهره. في موجود سوق في القاهره بينعقد كل يوم سبت يسمى سوق ديانه جنب سينما ديانه في شارع عماد الدين الألفي، بينعقد كل يوم سبت من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 5 مساء. ايضا في سوق بينعقد في الاسكندريه في منطقه ميامي جنب كافيه صيام، بينعقد كل يوم 4 من الساعه 8 حتى الساعه 5 مساء. طبعا تقدر تبيع فيهم العملات، بتروح وتعرض عملات هناك، ولاف الهواة والتجار بتعرض عليهم العملات. طب لو انت مش عاوز تبيع في الاسواق الحره، ممكن تقدر تبيعها من خلال المتاجر الالكترونيه اللي موجوده على الانترنت زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونيه. ايضا تقدر تبيعها من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك اللي مخصصه لبيع العملات النادره والشحيحه، وبيتم عقد عليها مزادات بصفه مستمره، بتعرض عليها العمله وبتواصل معاك الاف الهواة والتجار. ولو العمله بتاعتك نادره بتجيب سعر كويس بيبداوا يتواصلوا معاك وبياخدوها منك بسعر غالي جدا. وهسيب لكم روابط الجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب. فبطلب من حضراتكم ان انتم تشتركوا عندنا على قناتنا على اليوتيوب عشان هسيب لكم الرابط بتاعه الجروبات بتاعه الفيسبوك هناك. ايضا تقدر تبيعها من خلال رابع مكان، وهي من خلال موقع يسمى موقع اوليكس. موقع اوليكس دي تطبيق بيتم تنزيله على التليفونات المحموله، موجود عند كل الناس، وفي فئه موجوده لبيع العملات النادره والشحيحه على هذا الموقع اللي هو موقع اوليكس. بتعرض العمله وبتواصل معاك ارضه الاف التجار والهواه بيشتروا منك العمله لو هي نادره. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق عن الفيديو. فلو عجبك الفيديو بتاعنا فتشجعنا باللي انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.